عايزين تعملوا شيش طاووق بنفس الطعم اللي بتلاقوه في المطاعم؟ تابعوا الوصفة وطبقوها خطوة بخطوة، وخصوصا التركية اللي هتلاقوها في آخر الفيديو. أول حاجة هنبدأ نعملها هي التتبيلة. علبة زبادي كبيرة عادي أو يوناني، عليها نص كوباية حليب، ومعلقة صغيرة جنزبيل مفروم، ومعلقة صغيرة ثوم مفروم، ملح وفلفل، بابريكا وأوريجانو، وفلفل أحمر مجفف، ومعاهم عصير ليمونة كبيرة، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. قطعت الفراخ مكعبات متوسطة، واستخدمت هنا الصدور بدل الوراك، وهنزلهم في التتبيلة. مكعبات بصل وطماطم وفلفل، وهنزلهم في نفس التتبيلة مع الفراخ. نقلبهم كويس جدا مع بعض، والافضل ان احنا نسيبهم يوم كامل في التتبيله، ولو مستعجلين عليها نسيبهم على الاقل 3-4 ساعات. لو هنستخدم سياخ خشب لازم ننقعها في ميه قبل ما نستخدمها علشان ما تتحرقش جوه الفرن. وبعد كده هنحط الفراخ والخضار في السياخ بالشكل ده، وهندخلهم الفرن على درجه حراره 200 لمده تقريبا نص ساعه. وجينا بقى للتركيه اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو: زبده وثوم وملح وفلفل وبقدونس، وهندهن بيها الشيش طاووق بعد ما يطلع من الفرن على طول. ودوقوا بقى احلى طعم للشيش طاووق. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وفولو لو انتوا على انستجرام، فيسبوك او تيك توك، وسبسكرايب لو انتوا على يوتيوب.